العملية دي لو مشيت زي ما أنا راسم يا خضر أخويا هيبقى أول مسمار في نعش عدولة. المرة دي استلمت شحنة خشب كبيرة قوي بتتشون الوقت في المينا، تقديريا كده دافعة فيها أكتر من نص فلوسها. الله، دي ضربة توجع. توجع إيه؟ ده تكسر وسطها. بس عشان الأمانة وعشان تعرف إن أنا نيتي صافية، المعلومة دي اترمت في حجري من أبو جازية. أبو جازية اللي أنت كنت عايز تخلص عليه وأنا قلت لك روق عشان بس تبقوا تسمعوا الكلام. حبيبي يا ابو جازية، طول عمرك اصيل. انا هكلم الرجاله ويلا بينا نطلع على المين. لا ليه؟ عشان احنا هنقسمه نفسنا اتنين. مجموعة هتطلع على المينا والمخازن وتجيب الخشب كوم تراب على الأرض، والمجموعة التانية يا خضر انت على راسها هتطلع على بيت عدولة تزعلوها في اللي تقدروا عليه كله، ولو اتكعبلت في وصلات الأمانة تحضر معاك. وحشتني يا شقيق، والله وحشتني دماغك الحلوة دي. أنا عايزك تخطط وتكتك وتمزجني. الرجالة فين؟ على تليفون. ماشي. الليلة دي الناهية. هو ده المخزن يا كبير. مصنع عدولة للغزل والنسيج. عارف هتعمل ايه؟ عيب عليك يا عم عيسى. اعمل ايه بقى؟ تعمل ياض يا نصار. دبة رجالة، عم جي لك وزعيم تشكيله. أنا عايز المطرح ده كوم رماد، بس بصراحة بردان عايز أتدفى. انا يا منصور يلا شحات. ربنا يوفقك في اللي هتعمله. وفقنا ده أنا عايز. يلا. انتوا مين؟ احنا ملوك السين يا روح امك. احنا يا بنت. خلاص يلا يلا.